لما تكون عميل داخل محل ساعات وتلاقي ساعتين شكلهم قريب من بعض، الاولانيه تلاقي سعرها 500 جنيه والتانيه تلاقي سعرها 5000 جنيه، هتسال البياع تقول له هي دي ليه اغلى من دي 10 اضعاف كده؟ البياع الاولاني هيقول لك الخامه افضل. هيجي بياع تاني بقى واقف على جنب كده يقول لك ايه يا فندم، الساعات دي بتتصنع يدويا والموديل ده بيستخدمه رجال الاعمال والمشاهير، وعلاوه على كده بتاخد معاها ضمان 5 سنين. مين اللي باع؟ اكيد التاني. ليه؟ لانه خلق قيمه مش مجرد سعر، والقيمه دي ادركها العميل وهو واقف. ازاي تبيع منتج غالي وفي نفس الوقت تنجح في البيع؟ رقم واحد، ما تتكلمش عن السعر، اتكلم عن القيمه. العميل مش بيشتري منتج، هو بيشتري احساس، بيشتري تجربه. حاول تستخدم السوشيال بروف. لو مشاهير او ناس مؤثره استخدمت المنتج هيحسوا ان الاستثمار يستحق. 3، ضيف مزايا حصريه للمنتج زي ان ليه ضمان اطول او خدمه عملاء مميزه. 4، حاول تستخدم بقى شويه مقارنات ذكيه زي ان الساعه دي بتعيش معاك العمر كله، يعني لما تحسبها هتلاقيها ارخص على المدى البعيد. من الاخر، العميل هيدفع بسخاء لما يحس ان المنتج مش مجرد حاجه لكن استثمار في نفسه او في حياته.